ازيكم؟ انا الجرج اللي عندي اللي بشيل فيه العلب الفاضيه عشان بعد كده ارجع اكلمكم عنها. اتملى على اخره، فانا مضطره اديكلتر الامتيز. فقلت بالمره وانا برمي بقى العلب الفاضيه دي، هي كده كده علب فاضيه، فاطلع اكلمكم كده عنها. هي حاجات انا اتكلمت عنها اوريدي زمان، بس يعني هتكلم عنها بتجميعة مختلفة، وكمان بعد فترة كبيرة من استعمالي ليها، فهتتأكدوا ان رأيي عنها صادق تماما، لان انا اكيد هنسى اي كلام تجميلي قلته حول المنتج، وهقول لكم الرأي الرو كده، او الرأي اللي هو الصريح اللي من غير اي تجميل. فلو مهتمين كملوا الفيديو. النهارده هنتكلم عن شويه حاجات كده من الكيس ده، وهو لسه فيه شبهه 3 اكياس كمان، فهنتكلم عنهم بقى. والحاجه اللي هتكلم عليها خلاص هرميها في الزباله، كملوا الفيديو بقى عشان تشوفوا. اول حاجه طلعت لي من الكيس بتاع الامتيز هو الهير ماسك ده، اللي هو بتاع ذا باثلاند. طبعا مش باين منه اي حاجه لان انا خلصته لغايه اخر لحسه فيه. ريحته جميله جدا، ريحته بعد كام شهر لسه قاعده في العلبه زي ما هي ابتدت تغير شويه صحيح، بس يعني لسه زي ما هي. عجبني جدا. من الحاجات اللي انا كنت فاكره ان هي هتديني ريحه بس مش هتدي ترطيب، وفاجئتني انها ادت ترطيب وريحه. طبعا ترتيبه مش قوي قوي زي ديرماكتيف او فيفلين، بس من الحاجات اللي عجبتني واللي اكيد هكررها. حجمه كان كويس محترم، تقريبا 220 جرام. قعد معايا اكتر من شهرين وكان جميل، اكيد هكرره بس مش قريب لان انا لسه عندي شويه حمامات كريم عايزه اخلص منها. الحاجه التانية اللي طلعت وهي يا محاسن الصدف، لان انا بستخدم اخوه وهو البادي لوشن ده. هو المفروض بادي لوشن صح؟ البادي لوشن ده بتاع بادي ليشس. بصوا، الريحه دي نفسها ما عجبتنيش، اللي هي اسمها روز فانيلا او فانيلا روز على حسب هما كاتبينها بقى، تتقري من تحت لفوق ولا من فوق لتحت. وهو انا عندي اعتراض ان هو مش بادي لوشن، ده بادي كريم يا جماعه. كان قوامه تقيل جدا، بس يعني هو قوامه تقيل وبيرطب حلو كبادي كريم، وقريب جدا من حاجه باث اند بادي وركس، بس الكريم مش البادي لوشن، لانه البادي لوشن بتاع باث اند بادي وركس خفيف بيتشرب بسرعه وكده. عجبتني الريحه دي اكتر من دي، لان دي هي تشميها لوحدها تقولي جميله، يعني ايه اللي فيها يعني، وريحه شتويه شويه بما ان هي فانيلا. فانيلا انتوا عارفين حاجات الفانيلا كده بتبقى لا تميل للشتا شويه. بس لما كنت بحطه على جسمي كان بيبقى ريحة بيض زفر كده، كأنك عارفة كيكة لسه ما اتخبزتش. فما عجبنيش الريحة دي، بس الريحة دي اللي هي اسمها بينك فانيلا فيوجن، وبرضو انا قصيته لاني قربت اخلصه. خليني اوريكم قوامه كده. هو قوامه تقيل، فهبقى اكلمكم عنه ده بقى لما يخلص في الامتيز. بس هو يعني ايه، هو قوامه تقيل وبياخد وقت على ما يتشرب، بس ترطيبه حلو جدا. فهو عموما عجبني، بس مش هكرر الريحة دي. فبما اني جربت الريحة دي وعجبتني، هجرب روايح تانية، جايز تصيب وجايز تخيب، بس الفكرة نفسها كويسة. بس ما انصحكوش تجيبوا روز فانيلا ده. الحاجة اللي طلعت بعد كده هي بيسموها ايه، اللي هي الزبدة اللي بتشيل الميك اب دي، نسيت اسمها والله من كتر ما بقالي فترة ما بستخدمهاش. كلينزنج بالم ايوه. المهم هي الكلينزنج بالم بتاعت شي جلام، ده بيبقى شكلها لما تفضى. بصوا، هي كانت جميلة جدا وكانت بتنفعني لما بسافر، لان هي طبعا زبدة او يعني حاجة سوليد، فمش بتدلق في الشنطة، فهتعرفي تاخديها في السفر عادي. وكانت بتستخدميها ازاي، هي انك بتاخدي حتة منها على ايدك كده وتفركيها في ايدك حلو لغاية ما تبقى شبه الزيت كده، وبعدين تقعدي تدعكي الميك اب بتاعك. كانت بتسيح كل الميك اب حتى الووتر بروف، وكانت بتخلي الوش فله، بس ضروري ضروري تغسلي وشك بعدها بغسول ضروري، وممكن تغسليها بغسول مرتين كمان عشان تتاكدي ان كل الزبده دي اتشالت. بس هي حلوه بصراحه ان هي كانت بتتشال بسهوله، يعني كانت بس مجرد تغسليها بالميه بتتشال، وبعدين تحطي الغسول مره واحده كان تمام. فهي عجبتني جدا. هكررها تاني ولا لا الله اعلم، يعني لو عايزه اجيب كلينزنج بالم هبقى اجيب، بس بصراحه حاسه ان انا مرتاحه اكتر مع المايسلر ووترز، وحاساها يعني مناسبه معايا اكتر، فمش عارفه يعني. هي كمنتج عجبتني، بس مش حاسه انها مناسبه قوي ليا، وانا مش بسافر كتير يعني يا جماعه،
يعني ممكن اجيبها وممكن لا، معرفش. الحاجه اللي طلعت بعد كده هي الغسول اللي ما جربتش غيره للبشره الدهنيه المعرضه للحبوب، وهو سيبا كلار من شركه حياه. عظيم جدا جدا جدا. الغسول ده انا كنت بستخدمه تقريبا من سنه ونص سنتين، وقعد معايا فتره طويله جدا لان حجمه كبير 200 مللي. عظيم بجد عظيم. ولو يعني لو عاوزت اجربه تاني يعني هجيبه تاني، بس انا مش حاسه ان انا محتاجاه دلوقتي. بس لو بشرتي في اي فتره من الفترات طلعت حبوب كتيره وكنت محتاجه غسول للبشره الدهنيه المعرضه للحبوب هجيبه. انتوا كل ما بتسالوني عن غسول للبشره الدهنيه المعرضه للحبوب بقول لكم عليه. جميل عظيم جدا. وبيتهيألي كان سعره، بس الكلام ده من 3 سنين انا شارياها، هتسالوني بكام؟ من 3 سنين كان سعره 100 وشويه من 3 سنين، فما اعرفش بكام دلوقتي، بس اعتقد ان سعره مبرر لحجمه وعظيم جدا، وانصحكم وارشحه لكم بشده. الحاجه اللي طلعت بعد كده هي الهير سيرم بتاع سيرو بايب. بصوا بصراحه هو سيرو بايب وكلاري السيرمز بتاعتهم ما حسيتش انها فرقت معايا خالص. في ناس بتشكر فيهم وناس بقى بتقعد تقولك ده السيرم ده غير حياتي وكده. انا مصدقاهم طبعا، هما مش كدابين يعني، بس هي الفكره ان هو ما غيرش حياتي، ما غيرش شعري، ما حسيتش بيفرق يعني. عارفين زي ما احطه زي ما احطوش، ما فرقش معايا. فدي تجربتي معاه يعني. فانا خلصته للاخر، وخلصت بتاع كلاري للاخر. هو بتاع كلاري اهو، لقيته في الشنطه كويس. انا خلصت هما الاتنين لغايه الاخر، ما حسيتش منهم باي تاثير لا ايجابي ولا سلبي. هجيبهم تاني اكيد لا، لان انا بستخدم دلوقتي السيرم بتاع تريتو وفعلا حاسه انه لا كويس. بحب من كلاري، بحب الشامبو بتاعهم قوي قوي قوي. اكتر حاجه حبيتها في المجموعه بتاعت كلاري هي الشامبو. ومن سيرو بايب بحب كل حاجه، بحب الشامبو، البلسم، حمام الكريم، بس ما بحبش السيرم. السيرم حسيته لا بيفيد ولا بيضر، فاجيب سيرم تاني احسن احطه مع المجموعه بتاعت سيرو بايب هيبقى تمام. الاتنين خلصتهم للاخر، بس مش هجيبهم تاني. الحاجه اللي طلعت بعد كده هي البتاع ده اسمه ايه الديودرنت ده او الانتي بريسبرنت من ارم اند هامر. انا مش عارفه مالي المهم هنكت شويه او جعت تقريبا اللي هو اسمه الترا ماكس، والريحه بتاعته اسمها فريش. اللي انا فاكراه عنه لان انا استخدمته بقالي فتره طويله جدا، اكتر من سنه تقريبا اكتر من سنه ونص كمان. اللي انا فاكراه عنه ان هو حمايته كانت قويه جدا، بس ما بتستمرش اكتر من 12 ساعه، فانت محتاجه تجدديه كل 12 ساعه. ودي نصيحتي ليكم مع كل الديودرنتس اللي في الدنيا. ان شاء الله لو كان ديودرنت مكتوب عليه ان هو بيقعد اسبوع، فلا، نصيحتي ليكم تجددوه كل 12 ساعه. هو كان ستيك، فكان لطيف والله يعني. هو لطيف من الحاجات اللي ممكن اكررها تاني، بس انا عندي كمية مزيلات عرق رهيبة جدا، فممكن اخلصها كمان سنة ونص كده، فممكن بعد سنة ونص ابقى اشتريه تاني بس لا، هو يعني هو كان كويس يعني. انصحكم بيه لو عايزين تجربوه، جربوه هو تمام، بس نجدده كل 12 ساعة. ريحته كانت فريش ولطيفة كأنها باودر اطفال كده. يعني ريحه فريش كده، ريحه نظيفه يعني، فلا جميل. الحاجتين اللي طلعوا لي بعد كده هما المايسلر ووترز دول، بتوع واحده بتاعه باي فيس والتانية بتاعه رو افريكان. الاتنين دول على فكره يا جماعه يعني انا هما مش بالقصد، هما طلعوا مع بعض، بس هما الاتنين بدايل لبعض. الاتنين حلوين وجمال. دي بتبقى من جوه سائل شفاف شبه الميه، ودي بتبقى معكره كده شويه، لونها ابيض شويه، وساعات بتحتاجي ترجيها علشان خاطر قبل ما تستخدميها يعني. لان هي فيها جليسرين. انا كنت فاكره ان هي فيها ميه وزيت، بس طلع ميه وجليسرين، فبتحتاجي ترجيها كده عشان يتخلطوا ببعض. وبيبقى لونها ابيض شفاف شويه، دي لونها شفاف خالص. الاتنين بيشيلوا الميك اب كويس جدا، ما بيحرقوش العين، بيشيلوا الميك اب الووتر بروف. عظماء جدا، من الحاجات اللي اكيد 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 هكررها تاني بجد. فده شكلها اهي. باي فيس دي ماركه اسباني، ورو افريكان مصري. ودي لما كنت جايباها تقريبا من سنتين كانت ب130 جنيه، الله اعلم سعرها كام دلوقتي. ودي برضو نفس الكلام، من سنتين ونص كانت سعرها 100 جنيه اللي هو الحجم ده. الله اعلم سعرهم كام دلوقتي، بس هم حلوين جدا. انصحكم بجد تجربوهم. طلع معايا كمان البادي ميست ده من باديليشس اللي هو اسمه فلورال فانتسي. هو ريحته حلوه بس مش ذوقي. هو ريحته حلوه اللي هي مديه على روايح ورد وفل وياسمين. انا تقريبا يعني الفل والياسمين بحب اشمهم كورود، بس مش بحب اشمهم كبرفان او كبادي ميست يعني.
فعشان كده هي ما عجبتنيش، بس هي ريحه حلوه جدا يعني، هي حلوه بس مش عليا يعني ممكن اشمها على حد بس ما اشمهاش عليا. كان ثابت تقريبا يعني من 4 ل6 ساعات. بصراحة يعني مش عايزة اكذب عليكم، مش فاكرة ثباته قوي، بس اللي انا فاكراه عنه ان هو ما كانش مش ثابت، مش اللي هو ترشيه وتلاقيه طار على طول، بس هو ثابت قد ايه بقى يعني، ممكن 4 ساعات، عشان بصراحة مش فاكرة. ف بس تمام يعني. ممكن انا بصراحة ارشحه لو حد سنه فوق ال40 سنة، بس اقل من 40 سنة مش عارفة، لا حاسة ان احنا مش عارفة، لا يعني هو ينفع لحد فوق ال40. الحاجتين اللي طلعوا لي بعد كده هما ادابالين واكني اكتو، دول انا ما خلصتهمش بس صلاحيتهم خلصت. طبعا انا من احلى الحاجات اللي بحبها ان انتوا تستخدموها كماده فعاله لبشرتكم هي الادابالين، وان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب what to expect when you are using مشتقات فيتامين الف او فيتامين اي، اللي هي منها الادابالين بقى والريتينول والريتينال والحاجات دي كلها. بس انا بحب الادابالين جدا. ليه؟ اولا لانه افيلبل، هتلاقيه في اي حته، مش هتقعدي بقى تحتاري على سيرم ريتينول حلو ومش عارفه ايه، الادابالين متوفر جدا. رخيص وفعال، وانتي بس استمري عليه بس. فعظيم جدا، حلو للحبوب، حلو للتصبغات، حلو للتجاعيد، تأخير ظهور التجاعيد، مش بيمنع ظهورها بس بيأخر ظهورها. فمن الحاجات الحلوة جدا اللي هفضل اكررها طول الوقت. اكني اكت هو في ادابالين برضو بنفس التركيز اللي هو تقريبا 1 ملي جرام، اللي هو 1% يعني، بس معاه كمان مادة البنزويل بروكسيد. المادة دي حلوة جدا لان هي هي بتاكت كأنها مضاد حيوي، يعني هي بتموت البكتيريا بس هي مش مضاد حيوي، فده الحلو فيها. بس الوحش فيها ان هي لو صلاحية المنتج خلصت او اتعرض لحرارة زايدة، ممكن انها تؤدي ان المنتج نفسه ينفصل عن بعضه ويتحول لمشتق من مشتقات البنزين، فممكن يبقى مضر على البشرة. ده غير ان هي يعني لو انت حطيتيه ونمتي على حاجة ملونة، يعني على كيس مخدة مثلا لونه غامق، بيأثر عليه وبيفتحه، يعني ليه تأثير على فانت لو هتحطيه اتأكدي انك تنامي على مخدة لونها ابيض، او يعني كيس مخدة لونه ابيض. تأثيره حلو جدا زي ما انا بقولك، ان هو بيموت البكتيريا اللي جوه الحباية، بس تتاكدي طبعا ان انت تستخدميه، تحطيه في مكان بارد ومكان ضلمه، علشان خاطر البنزايل بروكسيد ده يعني ما يتحولش، ما يبوظلكيش بشرتك يعني. فبصراحه انا يعني نصيحه يعني، هو ده انا ما استخدمتوش، انا كنت جايباه وما استخدمتوش كتير بصراحه. انصحك تستخدمي الادابالين احسن وكان الله بالسر عليم، بدل ما تجيبي حاجه فيها ريسك. الحاجه اللي طلعت لي بعد كده هي مويست 1. عجبني جدا لترطيب الوش والركب والاكواع والجسم واي مكان واي حته. فجميل جدا وما طلعليش حبوب وما حسسليش بشرتي. انا في ناس كانت بتخوفني منه ان هو لو حطيتيه على الوش بيطلع لك حبوب وكده، وانا بشرتي بتطلع حبوب من الهواء، بس ما طلعليش حبوب خالص وانا بستخدمه. وكنت حابه جدا جدا ترطيبه، وكنت بستخدمه حوالين الفم لان المنطقه دي بتبقى عندي جافه جدا في الشتاء. فعظيم جدا. لو بشرتك دهنيه او مختلطه تميل الى الدهنيه ما تستخدميهوش، وخصوصا في الصيف. ممكن لو بشرتك مختلطه في الشتاء ابقي استخدميه، بس في الصيف لا. ولو جبتيه وما ينفعش معاكي، الحلو معاه ان هو ينفع للكوع، للركبه، لكعب الرجل، يعني فيرساتايل كده، ينفع لكذا حاجه. فحتى لو ما نفعش لوشك خلاص استخدميه في حاجه تانية. عظيم جدا، من الحاجات اللي اكيد هكررها تاني. الهاند كريم ده بتاع ايفا، من كتر ما هو ما عجبنيش ما قصتوش يعني، لما بطل ينزل خلاص مش عايزه اقصه بقى، هو لسه فيه كتير بس مش عايزه اعمل كده. تقيل جدا، امتصاصه صعب جدا، وبيلزق وبيمزلق وكل حاجه. هو ريحته حلوه، ريحته كده تروبيكال كده، صيفية قوي، بس لو حطيتيه في الصيف على ايدك هتكرهي نفسك. ممكن لو هو عندك تستخدميه على كعب الرجل مثلا، ولما يخلص ما تجيبيهوش تاني، وانا مش هجيبه تاني، ما عجبنيش خالص، اظن واضح يعني. زيت الجوجوبا من نفرتاري، عظيم عظيم، 100/100، 10/10، رائع جدا. انصحكم تجربوه. ينفع جدا للناس اللي عندها اكزيما دهنية او قشرة دهنية في شعرها.
تدلكوا بيه فروة الراس هتلاقوا القشرة الناشفة اللي هي بتبقى كتل كده، والموضوع ده مش هيعرفه غير الناس اللي عندها قشرة دهنية اللي هي بتلزق في الشعر وبتبقى كتل كبيرة. بدل ما نقعد نقشر فيها بايدينا وتطلع بدم وبتاع، انا عارفه انها بتبقى بتهرش وبتبقى مقرفه ورخمه. فجربوا ان انتوا تدلكوا فروه الراس بزيت الجوجوبا، هتلاقوها هي بتطلع بسهوله وسلاسه من غير ما تاذوا نفسكم او تعوروا نفسكم. عظيم عظيم جدا، بحبه جدا. وكمان زيت الجوجوبا من الزيوت اللي ما اعتقدش في حد شعره مش بيجي على زيت الجوجوبا. فلو انتوا بتحبوا تعملوا هير ماسك او تخلطوا حمام كريم ومعاه شويه زيوت، جربوه برضو. يعني هو عظيم، هو ينفع جدا للجسم، للشعر. مش بحب احطه على الوش، انا ما بحبش احط اي حاجه على الوش، اي زيوت على الوش. في ناس بتستخدمه على وشها، انا بصراحه لا هنصحكم ان انتوا تحطوه ولا اي حاجه. لو بترتاحوا بالزيوت على وشكم تمام، بس انا ما انصحش خالص ان احنا نحط زيوت على وشنا حتى لو كانت امنه تماما ولو 100%. انا مش بتاعت الكلام ده. فبس انا انصحكم ان انتوا تجربوه. انا نفسي هكرره تاني. اخر حاجه بقى هتكلم عنها في الفيديو ده هي البادي لوشن ده من سولان مور. وهو اسمه فانيلا ليس. ريحته حلوه قوي، بس خدوا بالكم هو انا لما جبته ما كانش لونه كده. الحاجه اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى فيها فانيلا لونها بيغمق مع الوقت، وكمان حسيت ان ريحته غيرت سنه. فلو هتجيبوه هاتوه استخدموه على طول. حجمه قليل فمش بيقعد كتير. بس هو ينفع للصيف قوامه كان خفيف قوي. وهو طبعا مش عارفه اذا كان هينزل حاجه دلوقتي ولا لا، بس هو قوامه كان خفيف قوي وبيمتص بسرعه. هو كنت بتعامل معاه تعامل المخمريه، يعني عارفين بعد ما احط البادي لوشن بتاعي بحط ده فوقيه يدي شويه ريحه. هو ريحته حلوه بصراحه، يدي شويه ريحه كده رفرشه كده حلوه. وشويه ترطيب خفيف، هو ترطيبه خفيف قوي. فمش عارفه بصراحه، يعني لو جبته تاني هيبقى نوع من انواع الدلع. مش هجيبه عشان انا مثلا محتاجه بادي لوشن يرطب، لا خالص. هو هيبقى بس ايه، حاجه دلع كده، حاجه ريحتها حلوه وبس يعني. فمش عارفه يعني، ما اعتقدش هكرره تاني بصراحه. بس وبس كده يا حلوين، الفيديو خلص. هستنى رأيكم في الفيديو علشان تشجعوني اكمل سلسلة الديكلاترنج بتاعت الامتيز، ولا ابطل هبل واوقفها. فلو عجبكم الفيديو اكتبولي تحت في الكومنتس، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد قريب. باي باي.